أنا بسميه مؤلف الموسيقي لأن طبعا نقدر نقول مهارات التوزيع الموسيقي أو الأوركسترالي دي أحد المهارات الأساسية لأي مؤلف موسيقي، فهو مؤلف موسيقي بيتقن أدواته في التوزيع توزيع جيد جدا. يقدر إن هو الآلة نفس الآلة ممكن تنطق بلحن جاد أو لحن ساخر، فهو كان بارع إزاي يقدر يلون ده. هل أي موسيقي ممكن يلعب اللعبة دي أو يقدر إن هو يعمل هذا الكوكتيل، ولا لازم يكون موسيقي متميز جدا وعنده إدراك كبير جدا بتركيب الأوركسترا والتوزيع الموسيقي؟ لازم يكون طبعا مدرك الآلات الموسيقية كلها، عارف المناطق المساحات الصوتية بتاعتها. مش أي مؤلف موسيقي. كلمة مؤلف موسيقي معناها يبقى عارف ده. يعني المحترف، يعني الهاوي يمكن ده يعني اللي هو بيشتغل بس على الآلات الإلكترونية بس لأن أنا متخصص في الموسيقى الإلكترونية، بس أنا يعني درست الموسيقى التقليدية فترة طويلة جدا خلتني أقدر أعرف الاثنين. بس مؤلف موسيقي لازم يكون فعلا عارف آلات الأوركسترا، برضو عزف أكتر من آلة أوركسترا، يمكن قاعد في أوركسترا أو قاعد في فرقة موسيقية، فكل ده بتديله خبرات لما يبتدي يألف أو يكتب موسيقى يقدر يحولها ويلونها بألوان درامية مختلفة. لا ألف في ألف